النهارده بنعمل لكم فطير مسمن مغربي عشان نفطر بيه. دي الفطيره زي ما انتم شايفين كده مدوره معانا. بعد ما ايوه عشان تخشوا على عملناها. الفيديو تعرفوا الطريقه. ايوه، ده كده المرحله قبل الاخرانيه ده اللي المرحله شايفينها. قبل الاخرانيه. بعدين ما تعاودوا هنا بتفردها تاني. حاولوا تطبقوا كده، اهي طبقوا كده، تجمعوه كده. بغيتوا ديروها مربعه، في وحده تدير مربعه كتعملوا لها كده تطبقها كده. مربعه. دي مربعه، دي كتفرد. شفتوا بقى؟ دي مربعه، في دي مربعة. انواع انما دي يا جماعه دي مدوره. مدوره. شايفين كيف بدأت كتجي؟ تستوي اهي. وسهل سهل سهل عارك زمعان. فطير جميل للفطار مع العسل ومع الجبنه القديمه، او مع العسل الاسود او العسل الاسود او عسل النحل، حسب الطريقه اللي بتستعملوها. شايفين كيفاش كيجي؟ شايفين كيجي؟ انت نوريكم من جوه. بصوا مورقه ازاي. شايفين كي كيجي؟ طبعا سخنه اهي، مورقه جميله قوي. خشوا على الفيديو وتشوفوا الطريقه. شوفوا الطريقه والمقادير. السلام عليكم ورحمه الله. اتفضلوا. ما تنسوناش من لايك والاشتراك في القناه. السلام عليكم متابعاتنا عشان راجلي ما يتقلقش. ايوه. صباح الخير عليكم. صباح النور. تقولوا صباح الخير عندكم برضك؟ كنقولوا صباح الخير. صباح الخير. واليوم غنديروا لكم المسمن المغربي. مسمن؟ هنفطر مسمن النهارده. هنفطروا بالمسمن النهارده. بالك بقالك فتره ما عملتوش. ايوه ندير لكم مسمن المغربي. مسمن ده يا جماعه فطير صغير كده جميل زي الفطير المشلتت، ولكن هو على اصغر شويه. غنوريكم الطريقه ديالو. مثلا الاخت اللي قالت لي راه عملت الزعلوك، خليها تعمل مسمن برضك حلو. غنوريك المسمن تعمليه بلا ما تبقاي تشري يعني الفطير من برا، غتعمليه في بيتك. غنباركو عنده على بركه الله. عندنا الدقيق فورس، عندنا السميد رقيق، سميد بسبوسه يا جماعه. سميد البسبوسه حاجه بسيطه كده، حاجه شويه مش كتير. عندنا الزبده، عندنا الزيت، هو الدقيق اساسي. عندنا معلقه ديال العسل، ديال عسل النحل. عندنا الخميره او البيكن باودر. حنا ممكن انا بلا ما تعملي خميره باش ما يخمرش منك، غتعملي بيكن باودر، تحطي بيكن باودر. يعني بيكن باودر احسن. بيكن باودر احسن. وغنبداو القياس. ما عندكش بغيتي ديري كيلو ديال الدقيق ديري كيلو، بغيتي ديري نص كيلو ديال الدقيق ديري نص كيلو. ماشي. ده قد ايه بقى؟ ده تقريبا 400 غرام. ده شي 400 غرام. ندوزو في الكيلو يا جماعه بيطلع حوالي 13 فطيره. 15 فطيره كمان حسب الحجم، على حساب الحجم. من كل الدقيق وانت غتعملي في بيتك يعني. بتعمله كل فتره يا جماعه، جميل بنفطر بيه. زي الفطير الفلاحي كده، بيبقى سخن وجميل. حتى اللي بيفيد بتحطيه في الفريزر، طلعيه تحطيه في الميكروويف دقيقه يبقى زي الفل، او تحطيه في طاسه كده دقيقتين وخلاص. ما تحطيش بزاف هذا، ما تحطيش. ده سميد بسبوسه. هذا غنخلوه نرشوه من فوق. ايوه حطيت شويه سميد بسبوسه مع الدقيق، وتحطي واحد معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره على 400 جرام. ده معلقه عسل، معلقه عسل. فايدتها ايه بقى؟ انا غنقول لكم فايدتها. ايوه فايدتها ايه العسل ده؟ العسل ده بيحمر لك المسمن بسرعه والله. بيحمره. معلقه عسل نحل، معلقه عسل النحل، وشويه بطبيعه الحال الخميره. ماشي الخميره، عفوا ملح، ذره ملح. لا ملح، يعني كانك كتملحي والله العجينه. كانك تملحي عجينه. معلقه صغيره تقريبا. وكيتعجن بالماء. مدفيه ميه. مدفيه ميه دافيه. بتعجن حسب الدقيق ما ياخد، على حساب الدقيق ما ياخد. بعد مرات الدقيق كيكون ياخد كثير. علاه انت الا كنتي كتعجني راه كتعرفي قياسك في العجين. وغنبداو نعجنو
ساهل ومعروف عندنا في المغرب بمسمى المغرب. مع كان عندك ولادك غديري تقدر ديري حتى كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو على حساب مش مكلف يا جماعه، حاجته كلها موجوده في البيت. دي ده اساسي عندهم في المغرب. احنا زي عندنا اساسي زي الفلاحين بالظبط، حتى المدينه هناك. احنا عندنا دقيق ما يعني لازم احنا كنجيبوه بشوال. عندنا في المغرب الدقيق لازم يكون، ولكن الرز ما عندنا، ماشي ضروري عندنا. الرز مش اساسي عندهم طبعا، الكسكسي بتاعهم ماشي اساسي. ولا عجبكم خواتاتي خوتي الفيديو ما تنسونيش من اللايك. المصريين يعملوا نفس الطريقه في طاير صغيره كده يفطروا بيها اولادهم، وفعلوا الجرس باش يجيكم الجديد ديالنا. حنا غنوريكم في هذه القناه، حنا كنوريكم مره اكله مصريه ومره اكله مغربيه، فيها ثقافات مفتوحين على بعض. وكتبداي تعجن كده وبعدين شويه نرجع لكم تاني. ماشي. شايفين العجينه كيفاش كتجي رطبه؟ شايفين ما كتجي لا مش مشققه، قاصحه يعني. لا يعني تعجن فيها اهو بايديها رطبه كتجي يعني ما كتكونش. شايفين كيف بتعجن فيها بالطريقه دي؟ شايفين. وحطيت حته زبده على النار عشان نفردوه بالزبده والزيت. فرد الزبده. جيبوا سكينه ونقسموهم على حساب الحجم اللي حنا باغيين كبيره نقسموها على القياس اللي حنا باغيين. كل واحده بتقطعيها نصين تقريبا برضه مش كده؟ لا، ولا دي كل واحده فطيره كده؟ كل واحده فطيره. ساعات بتعمل فطيره بقى يا جماعه كبيره زي الفطيره بتاع بتحشيها بقى فطيره معمره. عملتيها قبل كده؟ عملتيها. كان بالتونه. ما انا غنعمل لكم حاجات، تابعونا غتشوفوا. نعمل لكم مره بلحمه مفرومه، حاجات حلوه ديال المغرب يعني حاجات. بصوا بتكور كده، مش فاهمين بتكور العجينه، حاجه سهله تفطر بيها اولادها. انا كل حاجه كنعملها في البيت ما كنشتريهاش. ما فيش حاجه اسمها فطير نشتري، مفيش حاجه اشتريها اشتريها من برا، ولا على الاقل هذه عارفه حاطه فيها ايه وعاملها ازاي، والنظافه بتاعتها نظافتها ازاي، يعني عامله يعني نظافتها اهم شيء. الخامات كمان اللي احنا جايبينها، الخامات ديالها بغات تحطي فيها الدقيق، الباودر، الزيت، السمنه. عارفين بنحط حاجه شكلها ايه. شويه هنرجع لكم تاني. بعد ما حطيناهم خلصناهم غنحطهم في الزيت ونخليهم يرتاحوا. زيت وزبده. ده الزبده اللي كنت بتسيحها وحط عليه شويه زيت وشويه مع الزيت، وغنحطهم في الزيت. لكن الجو يعني بارد غنحطوا عليه بكيس بلاستيك. هو ما بيتخمرش كتير، ما بيتخمرش. غنحطوا عليه كيس بلاستيك بسرعه العجينه مع الحر ده يعني يسيح معانا. ولكن حنا دابا كاين الحر بسرعه غيسيح معانا. غنرجعوا نخليهم يرتاحوا شويه ونرجعوا نفردوهم. دابا نوريكم كيفاش حنا فردنا وحده. حنا يعني فردنا وحده وطبقناها. بعد ما فردت طبقت هنا، وهذه غنخلوها ترتاح ومن بعد غنطبقوها وغنوريكم كيفاش غنفردوها، كيفاش نقرصوها يعني الزبده والزيت. بعد ما العجينه تكون ارتاحت كتساعدنا ملي كترتاح العجينه قد ما كتفرد اسرع. لما بترتاح بتتفرد اسرع قد ما ارتاحت العجينه في السمنه والزيت. قد ما ارتاحت العجينه كتكون اسرع. ما تحطيش السميد دلوقتي ده. لا نحط ما كتقطعش منا. اللي كنديرو بتفرد ازاي؟ عمليه سهله ان شاء الله، يعني التعود. تعودي عليها. هم متعودين هناك يا جماعه في المغرب بيعملوا الحاجات دي بسرعه. هادشي حنا في حريم او في حنا كنقولوا عيالات. في عيالات كيعملوا هاد المسمن ويطلعوا يبيعوه في الشارع، يعملوه في بيتهم. ويطلعوا يبيعوه في الشارع، يعملوا المسمن ويعملوا البغرير ويعملوا
هذا والعيش بيعوه في الاسواق. العيش في الاسواق الشعبيه. والعيش تاع البيت زي الفلاحين كده عندنا. شي مرة الفلاحين بيطلعوا بالفطير والجبنه. ايوه شي مرة نوريكم والعسل والجبنه القديمه. العيش المغربي. ايوه الخبز ديال المغرب كيفاش كيتعجن غنوريكم. الخبز الشمسي ده غنوريكم يطلعوا بيه برضك. احنا ما كنحطوش الشمس. هو اسمه كده. شفتوا فرد ازاي جميله. لكن خاص تكون عندك صينيه كبيره باش تفردي فيها. لازم الصينيه تكون قد دي. حطي تحتيها فوطه كده عشان ما تجريش منك. وغادي تحطي شويه سميد. شوف السميد بقى بيدي طعم حلو قوي. السميد بيدي طعم جميل. سميد البسبوسه يا جماعه. وغتجمعيها لعندك بالتانية اهي. تتنيها جنبي كده. شويه رشي سميد. شفتوا؟ قلبيها الناحيه الثانيه. اهي. شويه الزبده وهذا شويه سميد وغتهزيها غتخليها ترتاح وغتجيبي اللي عملتيها في الاول تكون ارتاحت. كانت مرتاحه. غادي تطبقها بهذا الشكل. تطبق بهذا الشكل واسع يعني. من هنا ومن هنا. اهي طبق اهي لغايه الاخر كده. وتخليها ترتاح تاني. ماشي. نجيبي هذه تخليها ترتاح ونرجعوا نكملوا بهذه الطريقه. نرجعوا معكم.